في قانون أنا اخترعته: لا أسمع، لا أرى، لا أتكلم. بمعنى إنك ولا سامع الناس بتقول إيه، ولا شايف الناس بتقول إيه، ولا بتتكلم على اللي هم بيقولوه، ولا بتتفاعل معاه. هابسطها لك يا صاحبي، أنا مثلًا كل أصحابي أصحاب سوق، فمثلًا في الدروس أو حاجة فبابقى ماشي معاهم طبيعي، يعني بحكم مشوارنا واحد وطريقنا واحد، فطبيعي مش هاقول لهم يالّا الكلب يعني، فاهم؟ هم عيال جدعة والله العظيم، باحاول أنصحهم وكده أفهّمهم، بس طالما هو مش بيساعد نَفْسه أنا مش هاعرف أعمل له حاجة، فبس. فالمهم بابقى ماشي يا صاحبي، أنا عارف لو مشيت جنبهم هاتفاعل معاهم، فاقوم متقدّم عنهم خطوتين 3، أبقى ماشي قدّامهم، هم بقى عمّالين يتكلّموا عن المخدرات، على السجاير، على النسوان، على الزنا، عن القرف ده كلّه، وأنا ماشي ولا سامع ولا شايف ولا باتكلّم، حرفيًا يا صاحبي، حرفيًا أنا لو جبتهم لك دلوقتي هيقولوا حصل. فاللي هو إيه، اللي عايز حاجة هيعملها. شوف أنا وسط المستنقع أهو، بس أنا مش ضمنه، يعني أنا عايش في المستنقع ده، بس أنا مش من ضمن المستنقع. أنا ربنا خلقني هنا، بس خلاص هاعمل إيه؟ بس أنا بإيدي أخرج من هنا. أنا اتحطيت هنا مش بإرادتي، بس إن أنا أفضل هنا ده بإرادتي، فأنا هاتحرك مش هافضل قاعد. يعني حرفيًا كنت ماشي معاهم، بس مش ماشي معاهم، جسدي ماشي معاهم، لكن عقلي مش ماشي معاهم خالص. في حاجة كمان لازم تعتمدها في حياتك، قانون مش أنا اللي مخترعه، بس أنا استنتجته كده: ضحّي باللحظة الحلوة دلوقتي عشان تعيش حياة، مش لحظة، حياة حلوة، مش حلوة بس، حياة جامدة. بمعنى يا صاحبي، أنت دلوقتي قادر تقوم تعمل عادة سرية اللي حرفيًا متعتها لحظة، قادر تقوم تتفرج على أفلام متعتها لحظية يا صاحبي، متعتها لحظية، بنفس الوقت اللي أنت ضحيت بيه أو ضيعته ده تقدر تشتغل، تقدر تروح الgym، تقدر تقرأ، حاجات هي حرفيًا اللي هتبني مستقبلك، هي اللي هتخلّيك تعيش الحياة اللي بتحلم بيها، الحياة اللي فعلًا هتوصّلك للحرية المالية، مش تبقى عبد عند حد، مش تشتغل عشان الفلوس، بل الفلوس هي اللي تشتغل عشانك. وفي سلسلة هاعملها قريب تفهمك الحكاية دي بالضبط، إزاي تخلّي الفلوس تشتغل عشانك، مش أنت اللي تشتغل عشان الفلوس. اعمل دلوقتي subscribe عشان تعرف الفيديوهات الجاية وتشوفها، وشوف الفيديوهات القديمة هتفيدك جدًا. بس ده كان كل حاجة، أتمنى تكونوا استفدتوا. سلام.